بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير ان شاء الله. راح اقول لكم على سر تشغيل مكنة المحشي، لان في ناس كتير بتشتريها وتيجي تستخدمها طبعا ما بتطلعش الصبع معاها بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. فان شاء الله راح اقول لكم على سرها، ان شاء الله معلومة مفيدة كده تفيد الجميع. يلا بينا نبتدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه السر بقى في كده؟ ان شاء الله هقول لكم ايه السر في كده ايه، بس قبل ما اقول لكم بقى السر تعالوا هي لسه زي ما هي كده نشتغلوا بيها مع بعض ونشوفوا الدنيا فيها ايه. انا معايا هنا المكنه ومعايا ورقه هشتغل بيها قبل ما اعمل فيها اي حاجه. المكنه هنا 3 مستويات، 1 2 3. نبداوا كده بالمستوى الثالث بالشكل ده. بسم الله. طبعا الورقة بتخلي الخشن ده هو اللي فوق والناعم اللي تحت. بتفرديها كويس كده، بتجيبي حبة الرز ما تكتريش على قد الصبع بالشكل ده. تبدأي بقى، ده المستوى ايه التالت، تبدأي اهو. بسم الله. شايفين الصبع مش ملفوف كويس، ما هوش جامد مرخرخ كده. ادي ايه المستوى التالت اهو. نبدأوا نحطوه هنا. نجيبوا ورقة تانية بالشكل ده، بس هنغيروا المستوى. هشغلها على المستوى التاني بالشكل ده اهو. احنا عملنا بالمستوى التالت، نبدأوا بالمستوى التاني. رايحة اجيب الورقة زي ما قلت لحضراتكم، الناعمة دي بتكون تحت والخشنة دي هي اللي بتحط عليها الرز بالشكل ده اهو. تجيبي حبة الرز الصغيرين كده، نزلوهم لتحت كده، وتبدأي تلفي بالشكل ده. طالع احلى من المستوى الثالث، بس برضو ما هوش مشدود الشدية اللي انت بتشديها بايديكي. شايفين اهو؟ يبقى ده الثالث مرخي ازاي، وده ماسك حبة عن الثالث. نشوفه كده المستوى الاول، ندخلوها بقى في اول مستوى الاولاني خالص كده. الورق كذلك. بسم الله. شايفين الصبع؟ بسم الله ما شاء الله، مشدود حبة عن اللي قبليه، بس برضو ما هوش الشدية اللي انت عايزاها. شايفين بالشكل ده؟ ادي المستوى الاولاني خالص اهو. شايفين جميل ازاي؟ ده فاكك حبة وده فاكك خالص. نبدأوا بقى نشوفوا ايه السر في كده. نبدأوا بقى نخلعوا الشريط بتاعها ده من هنا، ونخلعوه كمان من هنا بالراحة كده. نمسحوه بقى مكان المحشي بالشكل ده. طلعيه بقى من اي اتجاه كده اهو بالشكل ده. الشريط اهو، الشريط متخيط من هنا. شايفين الخياطة اهو؟ من هنا كده، ومتخيط من هنا كده. طيب انا عايزة الصوبع يطلع ملفوف معانا وش مشدود كده. رايحة فك جنب من الجنب اللي متخيط ده، رايحة فك جنب منهم. بعد ما فكينا جنب منهم بالشكل ده، رايحة اطلع دي كده. ايه الفكرة بقى اللي رايحة تطلع الصوبع ملفوف كده ومضغوط معانا؟ ان احنا نقصره الشريط ده. هدخل المشبك ده كده شوية كده، ورايحة اتني بالشكل ده اهو. التانية دي، التانية اللي انا رايحة اخيطها دي، تكون ايه في حدود 3 صوابع او في حدود 5 سنتي كده. شايفين بقى 3 صوابع اهو من تحت. شايفه انا ضغط على الشريط اهو. هنبداوا كده بقى نسموا الله، ورايحين نخيطه بالشكل ده. انا بخيط اهو بلون فاتح شويه علشان يبان.
الفكرة جاتني ازاي؟ لقيت بقى على اليوتيوب اللي بيعمل المحشي بتحطهولك في كيسة كده، وبتضغط بخلة، بتضغط بأي حاجة فالصبع يتشد. فقلت ليه أنا ما أقصرش دي على أساس إن هي تشد الصبع معايا بالشكل ده. فلما انا فكيتها قبل كده وقصرتها طلع الصوبع معايا كويس قوي. فقلت بقى هعمل الفيديو ده اوري لحضراتكم، لان في كتير من الناس عندها مكنه المحشي دي وجت تشتغل بيها ما لقتهاش حلوه فركنتها. هي مش غاليه ولا حاجه، بس ما دام اشتريتيها استعمليها بقى، خساره انك تركنيها. ان شاء الله بعد الفيديو ده المحشي الورق العنب ده هيبقى سهل للولاد وللبنات وكله راح يشتغلوا. شايفين بعد ما حطيت المشبك قيسي 3 صوابع بالشكل ده اهو، وابدأي بقى ايه قصري. يلا كده نركبوها تاني. المشبك ده مكانه قدام اهو، وتضغطي عليه كده. بعد كده بتعدي دي من هنا تاني مكانه اهو، وتركبيها. هركبها في المستوى الثالث او الاولاني من تحت كده، وتضغطي كده بالشكل ده. يلا بقى نجربوا المكنه بتاعتنا. انا معايا الصوابع دي اهي، ومعايا الورق، ومعايا الرز. نسموا الله كده ونبتدوا. فكره بسيطه جدا ان شاء الله هتعجب حضراتكم، ورايحين ترجعوا تاني تشغلوا المكنه. اللي معاه كيلو رز بقى مش هياخد معاه ربع ساعه كده شغل. بسم الله. شايفين المستوى اللي كان فاكك خالص؟ شايفين دي من دي؟ شايفين الصبع لوز لوز؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين اللوز بقى؟ ده اول مستوى كمان اللي هو كان الفاكك ده. شايفين الجمال؟ بعد الفيديو ده ان شاء الله راح تحبي واعملي الكيلو مش هيكمل معاكي 10 دقايق. ادي المستوى ده اهو، نعمله كمان المستوى اللي بعده. يلا بينا بقى نبدأوا نعمله المستوى التاني بالشكل ده. معايا هنا ورقة المحشي. في حاجة كمان انا نسيت اقول لحضراتكم عليها، ان انا كنت بلق الشريط ده. لما بتبلق الشريط ده بالمية قبل ما تشتغلي كمان بسهل عملية اللف معاكي غير ما يكون ناشف. حبة الرز كده. احنا اهو في المستوى التاني. بسم الله. شايفين الجمال؟ شايفين الصبع عامل ازاي؟ ادي المستوى التاني. شايفين الجمال؟ ادي المستوى التاني قبل ما طبعا اقصر الشريط اهو بالشكل ده. ادي المستوى الاولاني وادي التاني. نبداوا بقى ندخله دي في المستوى الثالث بالشكل ده كده. بسم الله. تنزلي كده الرز تحت كده هو والورقه. بسم الله. شايفين الجمال اهو. شايفين الصوابع عامله ازاي قبل وبعد قبل وبعد قبل وبعد؟ شايفين بقى؟ بعد كده ما عملنا الصوابع عايزه بقى اقول لكم احسن مستوى فيهم تركبيها في المستوى الاولاني ده. الاولاني من تحت بالشكل ده، مش من اللي يم بره، الاولاني من تحت ده احسن مستوى تعملي بيه صبع المحشي اهو. شايفين؟ يعني احنا بعد ما قصرناها جربنا ال3 مستويات. المستوى الاولاني اللي يم جوه ده احلى مستوى تشتغلي بيه. نعمله كده كمان صبع مع بعضينا اهو عشان تشوفوا. يعني والله بعد المعلومة دي كيلو المحشي ما ياخدش معاكي ثواني. شايفين الجمال اهو اهو؟ شايفين حبايبي؟ وبكده اكون قلت لكم سر تشغيل مكنة المحشي بطريقة سهلة كده وطريقة جميلة. يا رب اكون فدتكم بمعلومة. وان عجبكم الفيديو لايك وشير، ويسعدني اشتراككم في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.